السلام عليكم. اهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ام يوسف كاتشن. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة البطاطس بطريقة سهلة جدا وعمرها ما هتفك منك في الزيت. تعالي بس خليكي معايا وشوفي الطريقة للاخر. بس لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي حطيت على البوتاجاز كده نص كيلو من البطاطس، مية كده من الحنفية، وعليها معلقة ملح، وهسيبها بقى تستوي. هنا بعد ما استوت معايا هنهرسها بالهراسة او بكوباية او بايد هون الموجود عندك. اهرسيها كويس. والبطاطس مستوية معايا تماما، لو ملاحظين ان فيها البخار طالع منها. اهرسي كويس. بعد كده لميها كده. طريقة سهلة جدا وهتعجبك وهتقومي تعمليها. هنزل هنا بنص معلقة ملح، ونص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة فلفل أسمر، ومعلقة توم باودر. وهنا عندي معايا كمان نص معلقة بابريكا. ومعايا هنا كيس، يعني ده مشتريه كيس توابل للبطاطس، اشتريته ب5 جنيه. لقيته في المحل وقلت اجيبه اجربه. مش موجود عندك ما تحطيهش. هنا عندي شوية من البقدونس، عندك كزبرة حطي، ما عندكيش برضه استغني عنه. يعني انت ممكن تستكفي بانك تحطي بطاطس وملح وفلفل بس انا دول لما موجودين عندي فحطيتهم. انت مش موجودين ما توقفيش على اي حاجة. زي ما قلت لك استكفي انك انت تحطي بس الملح والفلفل. هنا يا حبايبي بعد ما دخلت المكونات التوابل مع البطاطس عجنتهم كويس. هجيب هنا عندي بيضة هحط لها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر ومعلقتين مية. عنديكي حليب حطي حليب. أنا عندي حليب بس في الفريزر نسيت أطلعه فحطيت معلقتين من المية. هنا ربيت البيضة كده مع المية. هجيب بقى هنا عندي البطاطس وطبق فيه البيض وطبق فيه دقيق وطبق فيه البقسماط اللي احنا عملناه مع بعض فيديو ونزلته لكم المرة اللي فاتت. هاخد كده قطعة من عجينة البطاطس هنزل بيها ايه في الدقيق، ومن الدقيق على البيض، ومن البيض على البقسماط. ها حبايبي. وهنا غلي فيها بقى بالبقسماط كويس. وزي ما انت عايزاها، عايزة تعمليها يعني مدورة، عايز تعمليها طويلة صوابع كده براحتك اللي يريحك. هتطلعي كده هتاخدي قطعة من البطاطس هتلفيها على ايدك. طبعا البطاطس طرية معايا، حلوة لما بتكون طرية بتطلع فارغة من جوا، ما بتبقاش مكتومة كده ومليانة، لا بتبقى حلوة. طبعا زي ما شفتوها في اول الفيديو تقريبا انا كنت برغي معاكم فما لاحظتوش القرمشة والخفة بتاعته. فان شاء الله هخليكم تلاحظوها في الاخر. هنا طبعا انا بعد ما خلصت وتبلت كل البطاطس بتاعتي ما دخلتهاش التلاجة لان الجو سقع. مسافة ما خلصت كانت تماسك معايا. فانت في الحر طبعا لو حبيتي تدخليها في الصيف هتدخليها التلاجة. انا هنا والله ما دخلتها. هنا على طول جبت عندي زيت سخن وغزير. فحنزل هنا بكفتة البطاطس. وعلى فكرة لو حابة تحشيها جبنة موزاريلا او تحشيها لحمة او تحشيها فراخ هتحشيها براحتك، بس احنا حبينا النهارده نعملها اقتصادية. شايفين اللون جميل حلو ازاي؟ زيت يكون غزير وسخن وتهدي النار، يعني تخليها مش هادية خالص، يعني اقل من الوسط علشان تستوي من جوا. ما تبقاش معاك قاعدة بطاطس نية. هي البطاطس مستوية بس احنا عايزينها تكون فارغة من جوا وتكون تمسكيها كده خفيفة خالص، مش عايزينها تكون مكبوسة. شايفين طريقة سهلة جدا وبسيطة، والتوابل الموجودة عندك حطيها، ما توقفيش على اي حاجة. وبيضة واحدة وعملناها. شايفين هخلص بقى كل الكمية وبعد كده هنشوفها مع بعض. ادي يا حبايبي نص كيلو بطاطس عامل معايا الكمية دي كلها، وكمان مقرمشة وحلوة من البقسماط اللي عملناه امبارح، البقسماط البيتي. عايزاكم تسمعوا الصوت كده. يلا بقى لو عجبكم الفيديو بقى حطوا لايك لأم يوسف. السلام عليكم.